المرأة لا تحاربني عندما أكون سيئا، إنما تحارب شخصيتي السيئة. إذا أخطأت في حقها نبهتك، وإذا أهملتها مرة ذكرتك، وإذا حاولت إهانتها أوقفتك. أنا أريد هذه المرأة. أما مسألة الصبر والتحمل والصمت والسكوت والبكاء وعيش الدراما، هذا راح يخليك تكون من سيء إلى أسوأ، لن تتوقف. لم أرى أو لم أسمع برجل قد توقف عن الأذى لمجرد أن صمتوا أو صبروا عليه. أنا شفت رجال اعتدلوا، ومنهم أنا، بإيقافهم عند حدهم، وليس بجعلهم يتمادون بالصبر والتحمل. وأكثر الرجال عندما تصبر عليهم النساء وتتحملهم إلى ما لا نهاية، سيأتي وقت سيقدرون هذا الصبر والتحمل، ولكن بعد أن يفقدونه سيتذكرون أن هذه المرأة صبرت وتحملت كثيرا، سيتذكر، ولكن بعد أن يفقدها. فما الفائدة في البكاء على اللبن المسكوب؟ فتذكر دائما، المرأة لا تحاربك شخصيا، لا تدخل معك حربا بشكل شخصي، بل أنها تدخل حربا مع شخصيتك السيئة لتعتدل. فعندما تقول وراء كل رجل عظيم امرأة، هو ليس فقط بأمور السند وأمور الحنان والعاطفة، إنما عندما تراك معوجا تساعدك على الاستقامة. هذه هي المرأة الصح في الحياة. وإلا لماذا هي خلق منها زوجها ليسكن إليها؟ صح؟ فلا تعصب، وفكر، ولا تقول عنها نكدية، ولا تقول عنها إنسانة يعني تافهة، إنسانة أنانية. لأن المرأة التي تتوقف عن حبك تتوقف حتى عن عتابك، وليس إصلاحك فقط، تتوقف حتى عن عتابك، ستتركك وتمضي، لا تريد منك أي شيء. إنما المرأة التي تحاول معك مرارا وتكرارا فإنها لا تحاربك أنت شخصيا ولا تكرهك، إنما تحارب شخصيتك السيئة، وهذا والله أعظم حب. من الذي يتكفل بنا إذا في ناس كثيرين في حياتنا إذا شافونا يعني سيئين تركونا في نص الطريق ومشوا؟ إنما أن يأتي إليك شخص يحبك ويبقى معك ويحاول مساعدتك أن تستقيم، فهذا الشخص هو نعمة من الله لك. هل تريد أن تستمر بالسوء؟ خذ امرأة تتحمل وتصبر وتصمت وتسكت وتنطوي وتعيش ضحية ودراما. إنما إن كنت تريد رجلا عظيما فيجب أن ترتبط بامرأة عظيمة، والمرأة العظيمة لا تقبل الإهانة، ولا تقبل أن تراك معوجا، ولا تقبل أن تراك مائلا، ولا تقبل أن تراك مهينا. فخذ هذه المرأة. مرة أنا شفت مشهد لمسلسل مصري قديم، الفنان حمدي غيث رحمه الله، وهذا من الأفكار القديمة التي كانت شائعة عرف. يعني يقول حق الممثل اللي معاك، أعتقد عبد العزيز مخيون، قال له بص يا ولدي، الراجل مننا لما يتجوز أو لما يفكر يتجوز حيدور على بنت تشيل همه. كيف أبو الحج؟ كيف أنا أنجب بنتي وربيها أعزها أكبرها علشان تشيل هم رجل؟ يا رجل، احنا الرجال هذه مهمتنا، احنا اللي نشيل البيت، نحن قوامون، نحن مكلفون، نحن الذين يجب أن نعز نساءنا. وهذا كان عرف سابقا، يعني أنا ما قبل حياة والآن لن تستطيع. والمشكلة أن في ناس قاعد تتداولها في ريلزات، يقول الله على نساء أول. هذا الشيء لن يوجد الآن، أقولها بصريح العبارة، لن يوجد. من يريد امرأة لا تقدم شيئا في الحياة سوى أنها يعني حاضر يا السيد، ما ينفع الكلام هذا أبدا. هل تعلم هناك أشخاص قد يقبلوا بأن يخسرونك؟ أشخاص قد يقبلوا بأن يخسرونك ليس لأنك لا تستحق البقاء معهم، بل يرونك أفضل إنسان في الدنيا وأفضل شخص مر في حياتهم. ولكن لماذا قد يقبلون بأن يخسرونك؟
لأنهم لا يريدون أن يتغيروا للأفضل من أجلك، لأنهم لا يريدون أن يكونوا يتبادلون العطاء معك، لأنهم لا يريدون أن يكونوا مثلك طيبين كريمين معطائين ملتزمين مسؤولين، لا، يتركون لك هذه المهمة. فعندما تضعهم بالاختيار بين أن يتغيروا من أجل العلاقة ومن أجل أنفسهم ومن أجلك، وبين أن تتركهم، سيقبلوا بأن تتركهم ويخسرونك ولا أن يتغيروا للأفضل ويذهبوا للبحث عن ضحية أخرى. تخيل أشخاص اختاروا أن يخسرونك لا ولا أن يتغيرون للأفضل من أجلك وهم يعلمون بأنك تحبهم. هذه العقليات وين؟ هذه العقليات وين؟ أشخاص يعلمون بأنك تحبهم ولكنهم رغم ذلك يقبلون بأن يخسرونك. أتدري، بالنسبة لي هذه ليست مشكلة، المشكلة الأكبر أنك مصمم على أن تبقى معهم كما أنت وأنت تعلم بأنهم لا يحبونك. أن المرأة أحيانا تكون عند بعض الرجال نكدية، يعني إذا شافته مهمل، إذا شافته متجاهل، إذا يعني ما أعطاه حقوقه ممكن يؤذيها، فالمرأة تعمل رد فعل. هذا رد الفعل يكون غضب. الرجل بهذه الحالة وكثير من الرجال للأسف، أنت أذيتيني، هذه نكدية، هذه مش عارف إيش. لمتى يا أخي؟ يا أخي حاول تركز. المرأة لا تحاربك شخصيا، إنما تحارب شخصيتك السيئة. خلونا نركز ونكون أكثر وضوحا وأكثر عمقا في رؤية الأمور. المرأة لا تحاربني عندما أكون سيئا، إنما تحارب شخصيتي السيئة، وهذا من مصلحتي. والله إنها ما تحاربنا، إنما تحارب سوء أفعالنا. فالمرأة عندما ترتبط بامرأة تعتز بنفسها، امرأة قوية، امرأة ناجحة، امرأة لها كرامة، إذا أخطأت في حقها نبهتك، وإذا أهملتها مرة ذكرتك، وإذا حاولت إهانتها أوقفتك. أنا أريد هذه المرأة. اصحى من غفلتك، اصحى من غفلتك. لقد كانوا طوال الوقت يستخدمونك، لم يكن يحبونك، كانوا طوال الوقت يستخدمونك. أما قرار الرحيل عنهم وتركهم فلن أقول بأنه قرار صحيح وخاطئ، لا، قرار متأخر جدا. إي والله، إي والله. علامات تكون واضحة جدا. تعطي مرة يجب أن تأخذ مرة، تعطي مرتين أطوفها لك، ولكن إنما تستمر بالعطاء وحدك وتظن بأن هذا لوجه الله. يا أخي كل شيء لوجه الله إلا مشاعرك، كل شيء لوجه الله إلا عمرك، كل شيء لوجه الله إلا صحتك، كل شيء لوجه الله إلا حياتك. ويا ليت لمن يستحق، إنما والله لا يستحقون. مشاعرك هي التي جعلتهم يستحقون. فعندما يحب الإنسان أشخاصا يظن تنعمي عينه عن كل مساوئهم، تشعر بأنه يراهم هكذا فلا يرى شيء حولهم. شوف، ما لن تراني، لن ترى سواي، ولكن عندما تبتعد عني قليلا ستتضح لك الدنيا. سترى أن في غيري أشخاص كثر، سترى أن في الحياة أشياء لست أنا وحدي فيها، ولكن لأنك أنت صغرت الدائرة بحيث أنك لم ترى غيري فأتيت على نفسك من أجلي. أنت اللي أعطيتني قيمة أكبر، أنت اللي خليتني طاقي، أنت اللي خليتني ديكتاتور، أنت اللي خليتني أستنزفك وأستهلكك وأستخدمك، لأنك ما كنت تطلب مني، لأنك ما كنت تأخذ مني، لأنك دائما تعطيني وما تعطيني مجال أعطيك. كنت تظن أن هذا بيخليني زين، لا والله يخليني زين، هذا فلوس سهلة، أموال سهلة، ليش أصير زين؟ لا، أنت اللي خليتني،
أنت اللي صنعتني. نساء كثر أيضا صنعوا طاغية لا يعرفن الفرق جيدا بين الرجل الصح والرجل الخطأ، ولكنها تحب أن تعيش دور المنقذة، دور الهيرو اللي ما تفهم شيء في الدنيا. أي إنسان يقبل على نفسه أن يكون المنقذ في حياة الشخص ليس له أي عذر، فهذا شخص مغفل، تخلى عن دور المنقذ. كثير من النساء خاصة في المجتمع العربي عاطفيات لدرجة أنها تظن بأنها سوبر وومن تستطيع أن تنقذ الرجل الضحية، الرجل المجروح، ثم ما إن يرتفع فأول من يتركه هي. أول ما يرتفع، أول من ينكر المرأة التي وقفت بجانبه الوقت كله. وعندما تسألينه لماذا فعلت ذلك سيقول لك والله ما حد ضربك على إيدك، هو معاه حق، ما حد ضربك على إيدك. أنت التي اخترت أن تكوني إنسانة منقذة. جاءك موسى فرفضت موسى، وذهبت إلى فرعون لتحاولين أن تجعليه موسى. مو كان موسى موجود، ولكنني لا، المرأة تحب أن تكون تمثل دور المنقذة. أفسدتها المسلسلات القديمة. الحب يفوز دايما، الحب يغلب كل حاجة، الحب يكسب، الحب. طيب وأنا ما فكرتوا فيني؟ لا بالنسبة للمجروح، يعني في ناس يقولوا لي كيف أعرف أن هذا الشخص تشافى أم لم يتشافى؟ يعني فرق كبير جدا ستعرفونه من البداية. الشخص الذي تشافى، الفرق بين الشخص الذي تشافى والشخص الذي لم يتشافى، يعني التشافي من صدمات يعني سابقة، يعني كالطفولة، كالحرمان، كالرفض، وكعلاقة فاشلة سامة، وبين الشخص الذي تشافى. كيف تعرف الفرق؟ شوف، عندما تدخل علاقة في البداية مع شخص كيف كان له سوابق، يعني كيف تعرف بأنه تشافى؟ المتشافي يبدأ بتعويض نفسه، يعوض الأحداث السابقة بأن لا يجعلك تعيش مثلها، فيبدأ بالاهتمام بك لأنه يشعر بك، يعطيك لأنه يعرف تأثير الحرمان، يهتم بك لأنه يعرف أثر التجاهل والإهمال، لا يؤذيك لأنه تلقى كثيرا من الأذى فيشعر بك، لا يضعك في صدمات لأنه يعلم بأنه قد خرج منها بصعوبة فلا يريد أن يضعك فيها لتعاني بعده. هذا هو الشخص المتشافي تماما. بينما الشخص غير المتشافي، وبإمكانكم أن تعرفونهم كثيرا في الحياة، جرحوني قبل، دمروني، أنا عشت ماضي سيء، كل الناس مو زينين. تلاقونه مرة حنون ومرة بارد، حائر بين أنا أريد الحب وبين أخاف منه، تجنبي، عندما تغضب يخاف ويذهب، عندما يخطئ في حقك لا يعتذر إنما ينسحب، عندما تحدثه عن الحب والالتزام تتغير ملامحه لأنه يرى الحب هو السبب في سوء حاله. متطلب، يحاول أن يعوض نفسه من خلالك، من خلال استهلاكك. الفرق كبير جدا بين الشخص الذي تشافى والشخص الذي لم يتشافى، سواء امرأة أو رجل، المجروح في ذكوريته أو من المجروحة في أنوثتها. والله أني شفت منهم إلى بعدة شعر راسي وأكثر. نعم والله.